بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على السراج المنير محمد بن عبد الله. إذا أصدقائي الكرام، جا الوقت باش نعزلوا ما بين 26 لاعب اللي اختار وليد الركراكي. 11 لاعب فقط اللي غيلعبوا مقابلة الغد ضد الغابون، واللي غيكونوا رسميين معنا وأحسن تشكيلة ممكنة حسب رأيي المتواضع لمواجهة الغابون في المباراة القادمة. عارف بلي العديد منكم غيختلف معايا في بعض الاختيارات، لكن غنحاول نعطيكم سبب لكل اختيار، وانتم عطيونا الرأي ديالكم في التعاليق، والتشكيل اللي كتبان لكم ممتازه ايضا في التعاليق. مهم مقطع صغير وترفيهي، ولكن قبل دعموا اخوكم بالضغط على زر الاشتراك، ويلا على بركه الله. مهم المباراة القادمة يوم الجمعة على الساعة 7 بملعب أضرار بأكادير، غتكون ضد منتخب الغابون بمناسبة تصفيات كأس أفريقيا 2025 المنظمة بالمغرب. نعم، رغم أننا بلد منظم إلا أننا ملزمين بلعب التصفيات، وهذا أمر إيجابي بكل تأكيد، خصوصا أننا مقبلين على كأس أفريقيا في بلادنا. خاصنا نكونوا منتخب منسجم، والانسجام كيتكون من كثرة المباريات. المجموعة ديالنا كتضم كل من ليسوتو والغابون وافريقيا الوسطى، وكل منتخب غنواجهوه ذهابا وايابا، مع العلم انه في الاخير منتخب واحد اللي غيتاهل رفقه المغرب. اظن حتى دابا الامور واضحه، لذلك الان غنمشيو للتشكيله المتوقعه حسب رايي المتواضع. كنظن باللي غنعتمدوا على خطه 4-3-3، وهي نفسها اللي دخل بها وليد الركراكي في اخر مباراه، وعطات مباراه جميله جدا وفوز كبير ب 6-0. كنظن في الحراسه ياسين بونو كالعاده، وفي قلبي دفاع غيكون اكرد وعبد كبير عبقار. على مستوى الظهيرين غيكون حكيمي على اليمين ومزراوي على اليسار، وفي المحور كوسط دفاعي غيكون امرابط. ودابا وصلنا للاختيار الاصعب، شكون اللي غيكون بجانب امرابط نظرا الى مجموعه من اللاعبين الاولمبيين الممتازين وعدم تنافس اللاعبين الرسميين. مهم اختيار غيكون صعيب، والله يحسن للركراكي في هذا المركز، حتى اخر مره لعب بجانب امرابط زياش واناحي وعطات نتيجه زوينه وعطات المباراه اكل ديالها. اما حنا كجمهور متتبع فكنتوقعوا باللي وليد غيلعب بنفس القناعه ديال المباراه السابقه، وناحي وزياش. اما بالنسبه للاجنحه فكنتوقع ان يلعب باجنحه مهاريين اللي كيعطيو حلول للمهاجمين كابراهيم دياز واخو ماشو بن صغير، اللي كيبقاو حلول فرديه وكيلعبوا تحت الضغط الدفاعي. كنظن كجناح وليد غيلعب على اليمين بابراهيم دياز، وعلى اليسار قدر يلعب بالزلزولي. اما كراس حربه غيكون منافسه ما بين سوبر سفيان الرحيمي وايوب الكعبي اللي تالق في المباراه الاخيره بهاتريك، ولكن كنتوقع بلي سفيان الرحيمي هو اللي غيتعطى الفرصه بيكون رسمي في هذه المباراه الغد ان شاء الله بالتالق الكبير اللي كيبصم عليه. كبدلاء فكنتوقع يدخل كل ما بين صغير في مكان زلزولي، واخو ماش في مكان زياش، ورشاريت سول في مكان امرابط، وبلال خنوس في مكان اناحب، والوافد الجديد ادم ازنو في مكان مزراو في اول مباراه ليه. اذا اصدقائي الكرام ومحبين قناه طريق فونز، هذه هي التشكيله اللي كتبان لي منطقيه والافضل حاليا حسب رايي الشخصي. اما كنتوقع تكون في مباراه الغابون فكتوقعي الكعبي في بلاصه رحيمي، وبلال الخنوس بلاصه اناحم. وكتمنى نشوف الراي ديالكم في التعاليق، ودعموا قناتنا بالضغط على الاعجاب وفعلوا زر الاشتراك، والى اللقاء الى حلقه قادمه ان شاء الله.